اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين، صباحكم مليان خير ورضا وامل وتفاؤل واطمئنان وراحه بال. طبعا احنا في اخر 10 ايام في رمضان، كل سنه وانتم طيبين وداخلين على العيد، ودايما بنبقى محتاجين اكله مميزه تكون موجوده على سفره اول يوم العيد. ومفيش اجمل من طاجن ورق العنب معاه كوارع. انا جبت الكوارع بتاعتي غسلتها كويس وحطيت لها ميه وبتغلي، وحطيتها فيها عشان تاخد لها غلوتين، عشان اكب الميه بتاعتها دي. ومعايا طبعا حله فيها شويه ميه بتغلي برضو، حطيت فيها شويه ملح. ومعايا ورق سلق، احنا نعمل محشي ورق سلق مع محشي ورق العنب. يا دوبك كده بنزل ورق السلق كده، يا دوبك بقلبه بس، بنزله واطلعه في نفس اللحظه على طول، ما بيغيبش خالص في الميه، يا دوبك ما بياخدش ثواني. بروح هنسلقه بقى علشان نعمل مع بعض اجمل طاجن ورق عنب مع سلق مع كوارع، تحفه وجبار. بعد ما سلقنا ورق العنب، هنجيب بقى نفس الحله بعد ما غسلناها طبعا، هننزل كده بماده دهنيه، وننزل بالبصل بتاعنا المفروم في الكبه او متقطع على الايد بالسكينه، اي حاجه انت عاملاها، ونعمل مع بعض اجمل تقليه لورق العنب. ننزل بقى بالتوابل بتاعتنا اللي هنشم ريحتها والجباره، اللي تخلي ريحه ورق العنب بتاعتك مميزه وجميله. فلفل اسود وكمون وملح وكزبره، وكمان شويه من البابريكا، وندلع كده التقليه بتاعتنا. ننزل بقى بمعلقه من هريسه الشطه ونديها تقليبه عشان المحشي بتاعنا يكون آم، في سنه حراره كده، حراق يعني. ننزل بقى بالطماطم بتاعتنا المتسبكه، احنا دايما بنسبك الطماطم بتاعتنا ونحطها في الفريزر، فبنطلع بقى تكون على الاستخدام على طول. بعد ما نزلنا بالطماطم، نسيبها بقى تتسبك براحتها، ونصفي الميه عن الكوارع بتاعتنا، وتعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. حطيت حته زبده، طبعا بقى كنت غسلتها كويس وصفيت الميه خالص، وغسلت الحله بتاعتي تاني. حطيت حته زبده، وحطيت عليها معلقه كده، نص معلقه من التوم هشوحها فيها، وكمان معايا قرفة، عود قرفة، وكم كام ورقة لوري، حبهان بقى ايه، فتحت الفص الحبهان كده عشان يطلع الريحة بتاعته. ونشوح كده الايه الكوارع بتاعتنا مع الخضار بقى، جزرايه، فلفل، قرن فلفل، طماطمايه، بصلايه. بصي كل حاجة انت حابة تحطيها حطيها، وخصوصا التوابل بقى مع الكوارع ابدعي فيها. انا حطيت قرفة عيدان، وكمان كله صحيح، وكمان حبهان وقرنفل وورق لوري، وظبطت الدنيا كده، ونزلت بقى بالميه السخنه بتاعتي وسبتها تغلي براحتها. بعد ما سبتها تغلي براحتها وتستوي براحتها، وطبعا حطينا شويه فلفل اسود عشان ايه، ريحه الكوارع بتاعتنا كده تبقى مفحفحه وجميله. جبت بقى الرز بتاعي، كنت الطماطم بتاعتي اتسبكت، حطيت بس شويه من الملح علشان ما كنتش حاطط في الطماطم وهي بتتسبك في الصلصه يعني. ورحت جايه ايه، مقلباها كويس. وجبت بقى معلقه كده من دبس الرمان، علشان دبس الرمان منه في التلاجة والجو برد، فايه متلج. فبعد ما نزلت كده بمعلقه دبس الرمان، حطيت بقى الخضره بتاعتي اللي انا مقطعاها، شبت وبقدونس وكزبره، وابدعي بقى وشمي ريحه التوابل مع دبس الرمان مع الخضره، مع بص خلطه محشي جباره، مفيش اجمل من كده. نجيب اول حاجه كده ورق السلق ونحشيه. زي ما انتوا شايفين كده، ورق السلق الورقه ماسكه نفسها، علشان انا يا دوبك نزلتها في الميه وطلعتها في نفس اللحظه، ما غبتش عليها، يا دوبك بتطرى بس، يا دوب تبص تلاقيها نزلتيها تطلعيها، تبص تلاقيها الورق معاكي طريت. هحشي بقى الورق كله السرفيس ده، علشان انا هرصه في الطاجن مع الكوارع، واخليهم يكملوا سواهم مع بعض. بس الكوارع بتاعتي هتكون استوت كويس، لان عادي مش مشكله ان الكوارع بتاعتك تكون مستويه كويس. اهم حاجه ان هي لما بتتحط في الطاجن بتزيد حلاوتها مع تسويه المحشي. هروح بقى احشي المحشي بتاعي. بعد ما حشيته وخلصت، كانت الكوارع بتاعتي كمان استوت، ما خدتش معايا وقت خالص. هطلعها بقى الكميه اللي انت عايزه تحطيها في الطاجن حطيها. انا هطلع كده حتتين، واسيب الايه اللي في الشوربه زي ما هو. هقطعها بقى قطع صغيره كده بالسكينه، واخليها قطع صغيره خالص، بحيث ان انت لما تيجي تاكلي مع المحشيه تاخدي ايه، حته صغيره كده. طبعا الطاجن ده جبار لو عندك عزومه، جبار فيه. بصي هيشرفك قدام ضيوفك، وهيبقى معاكي على سفرة، حتى لو بتعملي في سفرة رمضان هتبقى معاكي طعم خطير وحاجة كده وهم وخيال. وكل سنة وانتم طيبين. احنا زي ما قلنا في العشر الأواخر، دعواتكم بقى وصلواتكم وقيام ليلكم، بص خليكم كده مميزين في العشر أيام دول.
بعد ما خلصت كده قطعت، هنزل بقى ارص الاول كده على حرف الطاجن، علشان انزل بالكوارع في النص، عشان لما اقلبه يكون هو في النص، الكوارع في النص كده، وهو ايه المحشي على الحرف بتاعه. بقى ننزل بقى بالكميه اللي احنا قطعناها، ونكمل بقى رص عليه ونغطيه كله، علشان الطاجن بتاعنا هنسويه بقى على البوتاجاز. انا بحط دايما شياطه، واجيب الشوربه بتاعتي برضو شوربه كوارع، هحط بس معلقه سلطه كده من اللي فايضه معايا، وانزل بقى بالشوربه بتاعتي. الطواجن دايما بتكون القعد بتاعها غير الحلل خالص. الطاجن بتاعتي بتكون الشوربه بتاعتها او القعد بتاعها بيكون يا دوبك طايل اخر صباع من الايه من على الوش كده. بعد ما استوى، شايفين الجمال، محشي ورق السلق جبار، وكمان محشي ورق العنب مع كوارع تحفه، وكمان غرفت الكوارع في طبق لوحده. طبعا عملنا سلطه وعملنا عصير، وادي طاجن الجبار بتاعنا. شايفين الجمال، تحفه، ريحته جبار وخطير. شايفين حاجه كده وهم وخيال. جربيها بالطريقه ديت هتعجبك جدا، ولو انت حابه ان انت تعملي بقى كمان فته منها هتبقى معاكي حلوه قوي. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ولو الفيديو عجبكم ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب لمطبخ سمسم عشان يوصلك كل فيديوهاتي. وكمان تنسينيش في كومنت لذيذ من كومنتاتكم الجميله، ودعوه حلوه في الايام المفترجه الجميله ديت. ودايما ما تنسوش نفسكم في الدعاء، وما تنسوش نفسكم في اي حاجه فيها تقرب الى الله. شايفين الجمال، تحفه، شوربه خطيره، وكمان محشي تحفه، المخلل بتاعنا. شايفين الجمال، الكاميرا ظلمه الصراحه، الكاميرا ظلمه المحشي. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص، وكمان عملنا عصير. كده الفيديو بتاعنا النهارده خلص. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم في فيديو جديد في رعاية الله.